السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نحضروا مع بعضنا جراتان. قولوا لي شنو هاد الجراتان؟ هو طبق فرنسي بنين وسهل، ينجم يكون طبق جانبي ولا طبق رئيسي. المكونات موجودين في كل دار واللي هما بطاطا، بصل. استحقينا 9 كعبات بطاطا، قشرتهم غسلتهم كيف البصل. خذيت كعبة بصل كبيرة متوسطة، نص بصلة. عندنا 300 جرام صدر الدجاج اي سكالوب، وعندنا ملح وزيت زيتونة. طريقة التحضير سهلة على الاخر. ناخذ اول حاجة نقطع البطاطا رونديلات وزدت شفرتها. عندنا هني البصل قطعته والصدر الدجاج كيف. وهني لازمنا نقلو البطاطا نتحصلوا على اللون الذهبي. اول حاجة تبدو بها قليلا البطاطا، وثاني حاجة نطيب الصوص. بسم الله. نحط زيت زيتونة مقدار نصف كاس. البصل راهو اختيار، تنجموا تعملوا كان كعبة، اني نحب ازيد معناتها بصل نحسها يبنن. بعد ما جنجنا البصل نصب عليه الدجاج. من 5 دقائق 10 دقائق يبيض معانا الدجاج، معناتها برسك يبدا نص طياب، نرجعوا له. بعد ما تجنجن الدجاج متاعنا وتبدل اللون متاعه كما شفتوا اللون الابيض، باش نزيدوه التابل وكرويه واللي هو زار ثومه في جرجيس نقولوا له، غرفه صغيره، ومغرفه كيس صغيره ملح الهيمالايا، ومغرفة كيف صغيرة معجون معناتها الطماطم كونسونطري، معجون الطماطم في برشا بلدان يقولوا، ومغرفة صغيرة كيف فلفل أحمر. ماذا بيا الصوص يجي هكا شوية أحمر، ما يجينيش معناتها جون. ولكم الاختيار، فما اللي ما يحبش يدير طماطم والفلفل يخلي كان معناتها شوية تابل كروية وفلفل أكحل مع شوية كركم. أنا نحب يجيني هكا شوية هكا مستحمر. نخلطوهم بالباهي، نتأكدوا اللي الفحات الكل وصلت للدجاج، ونسكروا عليهم يزيدوا يتجنجنوا بالباهي، يزيدوا يتكلاو بالباهي. وهني الصوص سيبون حضر، وتوا باش نطيبوا مع بعضنا، باش نحضروا مع بعضنا الصوص البشاميل. اكيد الناس الكل تعرفوا انكم تديروه. نحط مغرفة كبيرة الزبدة نذوبها، ونحط عليها مغرفة كبيرة فرينة، نحمسوهم شوية، نحمروهم، ونصب عليهم الحليب، شوية فلفل أكحل وشوية معاهم ملح، وزدتهم جبن شيدر. تو أول ليتاب باش نعملها هني بعد ما ليزانغريديون كل حاضرين. الصوص حضرت بطاطا كيف والصوص بشاميل. أول ليتاب نحطو صوص بشاميل، جري الجراتان ما نحكي لكمش على البنة، يهبل 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 بنين
باهي كيما شفتوا وزعت الصوص البشاميل على البلاتو كامل، وتوا باش نحط كعبات البطاطا. ماذا بيكم تختاروا الكعبات الكبار هيك تحطوهم من تحت الفرشة الأولى، وتختاروا مول معناتها هيك يبدا غارق. باهي وبعد ما حطينا البطاطا نحطو عليها الدجاج نتاعنا، الصوص اللي طيبناه. الحاجة اني ما نحبهاش جاري معناتها كان يبدا جاري ياسر معناتها اللي كي بتقصوه ما يبداش يشد روح الكعبة الجراتان معناتها كي بتقدمها تبدا ماشية من بعضها. ايه هني حطيت مرة اخرى صوص بشاميل، اللي يحب يزيد فرماج ربي يزيد، لكم الاختيار معناتها كل واحد وذوق وكل واحد معناتها وشنو الموجود في الدار. باهي بالنسبة لي يعني ما حطيتش فرماج ربي على خاطر عندي صغار ما ياكلوش. زدت فرشة الثانية بطاطا ونكمل نحط السكالوب متاعي. وكيما قلت لكم هو طبق فرنسي معناتها الفرنسيس ما يديروش هيك، يديروا جراتان والكريمه معناتها الصوص بلون بلاش اللحم معناتها، ويديروا الطبق جانبي بجنبك ستيك ولا بجنب معناتها دجاج ولا حكايه فهمتوا. المهم هني كملنا للتاج الاخرانيه حطيت البطاطا وحطيت فوقها الصوص بشاميل. هني الصوص بشاميل يبان لكم ناقص ميلة، دخل معناتها هبط لتحت الصوص بشاميل، وباش نزيدها جبن شيدار. لكم معناتها حرية الاختيار، تحبوا تزيدوا فرماج رابيت كما ما تحبوا تعملوا ديروا. يعني نحب الشيدار من الفوق يعجبني كيف يبدا طيب مع الجراتان ولا مع اللازانيا، يعطيك وجه سمح للبلاتو نتاعنا للطبق. المهم درجة الحرارة 180 درجة مئوية من 15 دقيقة ل20 دقيقة. كما شفتوا اعطيه وجه كما شفتوا، وزدت عليه مرة اخرى الشيدار. هني باش نقصه باش نقطع الجراتان متاعنا سي بون طاب ما شاء الله الريحة واصلة، واللي ياخذ كعبة ما عادش يعاود على خاطر قوي معناتها ديجا عملتها بالسكالوب مش باللحم مفروم يكون هيك تحسوه اقوى شوي، مي بالسكالوب سافا. وطريقة التقديم كما تحبوا تزيدوا تحطوا شوية مع نص مكسوس من الفوق، عندكم حرية الاختيار حسب ذوق، ولا تزيدوه جبن معناتها مبشور كما تحبوا. شفتوا ما شاء الله. يعني ولدي ما يحبش الشيدر، قلت لكم هكا علاش نعمل فرماج من الفوق باش نقد نحيل، بالتالي قال لي لا نحب نجرب اعطيني شويه. الحاصل خليكم صديقاتي ان شاء الله يعجبكم الطبق اليوم اللي هو قرادة. ما تنسوش الاشتراك في القناه والسلام.